لو لسه ما خزنتيش الملوخيه فالفيديو ده ليكي. النهارده هقولك على كل الاسرار والتريكات اللي هتخليها معاكي بنفس اللون الاخضر ده طول السنه، وكمان طعمها اكنك لسه عاملاها فريش، ولا هتسود ولا كمان طعمها هيتغير. محدش هيصدق اللي هي كانت عندك في الفريزر. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي، وهقولك كل الاسرار والتريكات اللي هتظبطها معاكي. اهم حاجه وانا بجيب الملوخيه بتاعتي، حاولي تجيبي الملوخيه الفلاحي اللي بيبقى فيها العروق بتاعتها من تحت كده حمراء، والورقه بتاعتها لونها اخضر، مش في ورق مصفر كده ولا متخرمه ولا حاجه. وتكون الورقه بتاعتك ناعمه، بتبقى اصلا طعمها في الاصل الملوخيه نفسها بتبقى مسكر. اغسليها بقى غسله كويسه وافرجيها جنبك على الرخام لغايه ما تتصفى. هاتي بقى الحله بتاعتك وحطي فيها كميه ميه مناسبه لكميه الملوخيه بتاعتك، واول ما الميه بتاعتك كده تبدا تنمل او تبدا تخش على الغليان، احنا مش عايزينها تغلي جامد، هنزل بكميه الملوخيه بتاعتي. هسيبها دقيقه بس مش اكتر من كده. الخطوه التانية في نجاح الملوخيه معاكي عشان برضو ما تسودش، لازم تكون جنبك بوله فيها ميه بتلج، لازم تكون الميه بتاعتك فيها تلج. انا سبت الملوخيه بتاعتي في الميه المغليه دي حوالي دقيقه مش اكتر من كده. هطلعها بقى على البوله اللي فيها ميه بتلج، اسيبها برضو دقيقتين كده. اول ما تبرد معايا هبدا بقى انا انشلها واحطها في المصفى، ولازم اسيبها تتصفى كويس قوي وتبرد. سيبي بقى الملوخيه بتاعتك تبرد وكمان تتصفى، وهاتي بقى الخلاط بتاعك وانزلي بكميه صغيره، ما تكتريش عشان الملوخيه بتبقى تقيله على الخلاط وممكن تحرق معاكي الخلاط. انزلي بحبه حبه كده. ممكن تستخدمي الكبه، بس انا استخدمت الخلاط علشان الخلاط بينعمها احسن من الكبه. لو حسيتيها تقيله شويه هتزودي شويه ميه من اللي احنا سلقنا فيها الملوخيه، حبه صغيرين ما تكتريش. اهم حاجه تكون الملوخيه معاكي تقيله. انا لقيت الملوخيه تقيله على الخلاط وبتمشي بالعافيه كده، هبدا ازوده بقى شويه ميه صغيرين زي ما احنا اتفقنا مع بعض، اللي احنا هناخد من ميه السلق اللي احنا سلقنا فيها الملوخيه. الماده الحافظه بتاعتنا بقى، والخطوه دي مهمه، هنزل على كل دوره بربع معلقه صغيره سكر، مش هكتر عن كده، هي دي الماده الحافظه بتاعتنا. بس عايزه اقول لك القوام بتاعها تقيل، وانتي بقى خففيها لما تيجي تطبخيها كده بشويه شوربه. طعمها حلو قوي ولونها هتفضل معاكي طول السنه بنفس اللون الاخضر ده. هاتي بقى الاكياس بتاعتك وابداي قسميها وكده بططيها كده على الرخامه. ما تحاوليش اللي انت تبقي ماليه الكيس، يبقى على قد الطبخه بتاعتك. الخطوه دي كمان مهمه، لازم اول ما تخلصي الملوخيه بتاعتك وتعبي الاكياس اللي انت محتاجاها، تشيليها على طول في الفريزر، ما تسيبيهاش على الرخامه وقت طويل، دخليها على طول الفريزر. انا كده خلصت كل الكميه اللي انا محتاجاها، هبدا بشيلها في الفريزر على طول. علشان الملوخيه تطلع معاكي ناجحه لازم تحطيها في الفريزر على طول، وتيجي ساعه الاستخدام تطلعيها من الفريزر بالتلج بتاعها، تحطيها في الشوربه على طول، ما تسيبيهاش على الرخامه لغايه ما تفك معاكي. ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. عايزه اقولك الطريقه دي بقالي اكتر من 5 6 سنين ماشيه عليها ومعتمداها، وكل اللي ياكلها عندي ما يصدقش اللي هي في الفريزر. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، ربنا يحسن ما بين ايديكم.